لمّا أجيب ربع كيلو ب50 جنيه يبقى هنا لازم وقفة يا فوزية، عملت كيلو ونُص من الطحينة باحقق أقل من نُص كيلو، تعالوا نشوف عملناها إزاي اقتصادية وسهلة وسريعة وناجحة 100%. بس قبل ما نبدأ صلّوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطّي لايك ويالّا نقول بسم الله. في الأول كده معايا كوبايتين من السمسم المحمّص، هاحطّهم كده في طاسة أو في حلة ومعاهم كوباية من السوداني. السوداني ده يا جماعة اللي هو بيكون متقشّر، اللي بيتباع عند العطار بتاع الكنافة عارفينه؟ اللي هو متقشّر ده، لو مش موجود ممكن تستخدمي اللي هو بقشره وتقشّريه. هاحط بقى نُص كمية السمسم سوداني، أيًا كان هتستخدمي سمسم قد إيه حطّي نُص سوداني، على نار كده متوسطة وابدئي ادّي تشويحة كده للسمسم والسوداني مع بعض لحد ما يسخن معاكِ، والحركة دي علشان نطلّع كل الرطوبة اللي موجودة جوّه السمسم والسوداني. بعدين بقى في مطحنة الخلاط هابدأ إن أنا أطحنهم كويس أوي، لحد ما يكون معايا كده شبه العجينة بالضبط. في ناس بقى بتشتكي إن الطحينة بتفصل زيت أو الطحينة بتكون خشنة ومش بتكون حلوة، وده علشان أنتم مش بتطحنوا السمسم والسوداني كويس، لازم تطحنوهم لحد ما يكونوا كده عاملين بُصّوا إزاي، زي العجينة، هو ده كده المطلوب. يالّا بينا هنعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وبعدين نخش بقى على باقي المكونات بإذن الله. أهم حاجة بقى في الوصفة دي يا جماعة إن أنتم تكونوا مستخدمين سمسم نضيف، ما يكونش فيه مثلًا أي رايش أو تراب أو كده علشان طعم الطحينة يكون حلو، وكمان السوداني ما يكونش معطّن، يكون نضيف كده ومحمّص وحلو. تمام، حطيت بقى عليهم إيه، حطيت كوبايتين دقيق، يعني قد كمية السمسم بالضبط هتحطي دقيق، وتقلبي مع بعض وكده وتفركيهم كويس أوي لحد ما يكونوا بقى بالمنظر اللي هتشوفوه دلوقتي ده. حبايب قلبي بقى اللي بيسألوني على التطبيق اللي بيكسب فلوس، التطبيق ده كل ما بتتفرجي على فيديوهات أكتر كل ما بيحط لِك عمولات في رصيدِك، وطلبتوه مني كتير على الرسايل وكمان في التعليقات، أنا جبته لكم وسايباه لكم في أول تعليق حمّلوه، وأنا واثقة إنكم هتدعوا لي إن شاء الله. هنا بقى جبت شفشق الخلاط بعد ما فركت كده السمسم والسوداني مع الدقيق، حطيت بقى نُص كوباية من الزيت ونزلت بقى بشوية كده من الخليط بتاعي. كمية الزيت اللي هاستخدمها في الوصفة كلها كوباية ونُص من الزيت، علشان ما تتوهوش مني، هاكتب لكم المكونات برضه ما تقلقوش. حطيت نُص كوباية من الزيت وبعدين نزلت بقى بمعلقتين كده من الخليط اللي إحنا عملناه ده، وأول ما نضرب كده في الخلاط ونلاقيه بدأ يمشي نحط معلقة كمان وهكذا، نلاقيه مش بيتحرك نحط شوية زيت. وهكذا نفضل نحط من الخليط اللي هو البودر ده مع الزيت لحد ما يدينا بقى القوام المناسب. وخلي بالكم إن السوداني والسمسم وكمان الدقيق، على فكرة أنا سخنت الدقيق كمان على الطاسة، أي مكون بتستخدميه بتسخنيه على الطاسة تمام، كلهم سخنين، فبالتالي الخليط هيكون سخن فهيكون خفيف. حاولوا ما تتقلوهوش أوي، يعني حاولوا في الخطوة دي أو في مرحلة الخلاط ما تخلوهوش تقيل أوي، لإن أول ما يبرد هيتقل شوية، فخلوا قوامه متوسط ولا تقيل ولا خفيف. كمان معلومة، ما ينفعش تحطي الخليط تضربيه ضربتين في الخلاط وتطفي، ده كده هيفصل منِّك زيت، لكن الصح والمضبوط إن أنتِ تسيبيه يتضرب في الخلاط فترة حلوة، يعني مش أقل من 10 دقايق ضرب متواصل علشان تطلع معاكِ ناعمة وانسيابية بالمنظر ده. وزن أو مقاس الكوباية اللي استخدمتها في وصفة النهارده كانت 250 مللي، مش كوباية 200 مللي علشان نكون صادقين مع بعض، تمام. عملت لي ما شاء الله كيلو ونص من الطحينة الخام، ما فيش أجمل ولا أسهل ولا أوفر من كده. يالّا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهّل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باحبكم في الله، كانت معاكم حورية والسلام عليكم ورحمة الله.